واحد جاله صعوبة في التنفس مرة واحدة أو دوخة مرة واحدة، نبضة قلب زيادة مرة واحدة بس، دخل بعدها في اكتئاب لحد وقتنا هذا. أنا بيجيلي العيانين دول كتير جدا، جات له مرة واحدة كده بس ضيق تنفس بسبب دور برد، بسبب ما نامش كويس، فجات له نبضات قلب زيادة شوية، شكرا دخل بعديها في بانيك اتاك لحد وقتنا هذا. والكلام ده من سنين، ويروح عند دكاترة نفسيين وياخد أدوية نفسية، ودخل في اكتئاب ونوبات هلع بسبب إن مرة جات له وما فهمش إن دي حاجة مش خطر، ودخل في اللوب دي ودايما حاسس إن هو هيموت. تعال اشرح لك ده بيحصل ازاي. هو مرة جات لك نبضة زيادة، مرة جات لك دوخة جامدة، بعد كده بقى عندك حاجة اسمها anticipatory anxiety، يعني عندك قلق ان ده يحصل تاني، بتفضل عايش في القلق ان ده يحصل تاني بقيت حياتك، وتفضل مستني انه يحصل. ده بيحصل ليه؟ نتيجة لحاجتين. اول حاجة اسمها التكيف الداخلي introspective conditioning، يعني مخك بيبقى جاهز انه هيحصل، حتى لو جت دوخة خفيفة صغيرة الحق بسرعة ده احنا هنموت، الحق امسك نفسك جاية. التفسير التاني هو حاجة اسمها التفسير الكارثي او الكاتاستروفيك ميس انتربريتيشن. يعني ايه؟ يعني مثلا جات لي الدوخة بسيطة، اروح بقى مزود ضربات القلب، اتخض، نفسي يزيد نفسي يزيد نفسي يزيد، وبعدين نبضات القلب تعلى فالدوخة تزيد اكتر، ماشي، لان انا بقى بامبليفاي، بكبر بقى الشعور ده، فده يلا بقى زيط وعلى 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 وعلى، فتروح داخل في النوبة من الدوخة والاكتئاب وتفضل تلف فيها. عشان كل ده العصب الباراسمبثاوي اللي هو الفيجاس نيرف اللي موجود هنا تحت الجمجمة وفي الرقبة بعد تظبيط الرقبة وتظبيط الجمجمة بيشتغل كويس جدا ويهدي الموضوع ده، بس احنا نسينا ازاي نشغله لانه بقاله كتير قوي عطلان، لان احنا بقالنا كتير جدا عايشين في نوبات الهلع والقلق. ادي بحث بيقول لك peripheral vertigo subsequent risk of depression، يعني انا جالي الدوخه بعديها جالي ديبريشن، اكتئاب، ماشي. ده اتعمل اهو بحث ان الدوخه اللي جت مره وبعديها جالي اكتئاب منها موجود. نفس الكلام ما بين السايكولوجيكال ستريس والبريماتيور فنتريكولار كونتراكشن، يعني النبضه الزياده. بريماتيور فنتريكولار كونتراكشن اللي هي النبضه الزياده اللي بتيجي في القلب اللي بعديها عملت لي سايكوسوشيال ستريس، رهاب اجتماعي، انا خايف اقعد مع الناس، خايف اشوفهم، فاهم قصدي؟ وهنا دي الابحاث ان الاوستيوباثي، العلاج بالاوستيوباثي هو اللي بيظبط الموضوع ده، بيظبط الفيجال تون اللي هو العصب الحائر. تظبيط العصب الحائر بيفيد جدا في تظبيط الحاله دي. فاحنا بشغلنا على الجمجمه وشغلنا على الفقرات العنقيه وكمان الحجام الحاجز وتدريبات النفس، كل ده بيهدي من الفيجال تون، ده بيظبط الفيجال تون وبيهدي من نبضات القلب وازاي تقدر تتصرف في موقف زي ده. المهم في الاخر عايز اقول لك ايه، انك ما تتجاهلش ده. مش مقصودش ان كل اللي عنده خفقان في القلب ان ممكن ما يكونش عنده حاجه، لا، ممكن يكون عندك حاجه. روح حلل، اعمل اشعاعات واكشف قلب واكشف رئه، اكشف كل حاجه، بس اطمنت خلاص، اطمنت خلاص. تعال عند الاوستيوباثي قبل ما تاخد الخطوه بتاعه انك تروح لدكاتره النفسيين، ممكن نساعدك جنب السي بي تي اللي هو العلاج الادراكي، او مثلا ان احنا نعمل علاج سلوكي اللي هو الدكتور النفساني يقدر يتكلم معاك قبل ما ناخد الادويه بس، والتكنيكات اليدويه بتاعتنا ان احنا نهدي الاعصاب دي. اللهم بلغت اللهم فاشهد، وهذا والله اعلم.